بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا نتكلم اليوم عن الفرق بين الزيوت، زيت الزيتون وزيت عباد الشمس. طبعا هذا يقولون هذا ما يسمن وهذا يسمن. طبعا هاي الأخطاء شائعة. طبعا اثنينهم نفس السعرات الحرارية، كل غرام دهن أو زيت 9 سعرات حرارية، بس الفرق بيناتهم الزيت الزيتون صحي وهذا مو صحي، بيه أضرار. هواي ناس اكو هذا البخاخ يقولون بخاخ دايت ما يسمن. طبعا هذا البخه وحده تعتبر اقل من غرام، ما تعتبر سعرات حراريه، صفر سعرات. اما من انت تجي تبوخ تظل تبوخ هاي بالخمس غرامات 10 غرامات، هاي معلقه وحده تعادل 120 سعره حراريه، ان كان زيت الزيتون ان كان هذا. ماكو شيء اسمه دهن ما يسمن او دهن دايت، كله كلاوات. هاي نزلنا لكم شرح حتى تفهمون الفرق. اكو هواي ناس يقول والله زيت الزيتون صحي ما يسمن، يجيب ويخلي بالطاوه، ماكو شيء. كل الدهن كل غرام احسبوه، كل غرام 9 سعرات، يعني اذا 10 غرامات 90 سعره حراريه. يا بعد قلبي ماكو شيء اسمه دايت او اسمه ما يسمن دهون، كله بسعرات حراريه عاليه. بس الأصح زيت الزيتون زيت صحي، زيت نباتي، إن كان من العصارات تاخذوه مستخلص أحسن من هذا الزيوت. هذا الزيوت يسد الشرايين، بأضرار جانبية ما تعرفون شلون يصنعوه، بس هذا زيت طبيعي. وتحياتي لكم. لكن من يقول لكم اكو زيت دايت ما اعرف شنو بالبخاخ، هذا تعتبر البخه وحده تجيب طاوه تيفال على مود حتى لا تلزق، الا ماكو شيء اسمه دايت. وتحياتي لكم بعد قلبي. ضيفوا حسابي وسووا مشاركه للفيديو حتى الكل تستفاد.